في الاتحاد أعلن اليوم الاتحاديون إقالة مدربهم أو الاتفاق مع المدرب على إنهاء الارتباط به بالنادي والجهاز المساعد له أيضا بنهاية شهر فبراير أو نوفمبر عفوا الجاري بالتراضي. وأعلنت الإدارة اليوم أيضا إسناد المهمة الجديدة مؤقتا للمدرب الوطني عبد الله غراب لحين التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم في النادي ظهر هذا اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، وطبعا بالتأكيد برئاسة رئيس النادي، وبعد بحث واستعراض أوضاع الفريق في ظل النتائج الأخيرة وحفاظا على مصلحة الكيان الاتحادي كما يشير الآن البيان الصادر من الاتحاد، تم الاتفاق مع المدرب على الإنهاء بالتراضي. رئيس مجلس الإدارة أوضح اليوم أن هناك عدد من الأسماء المطروحة أمام مجلس الإدارة، وسوف يتم إجراء مفاضلة بينهم لاختيار المدرب الأفضل الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة والرؤية المستقبلية لمجلس الإدارة والتطوير للفريق وإعادته إلى مكانته الطبيعية. أيضا رئيس النادي اليوم عقد اجتماعا مع المدرب الوطني عبد الله غراب بحضور مدير الفريق عبد الله فوال، وتم خلال الاجتماع منحه كافة الصلاحيات لاختيار الجهاز الفني المعاون له، وسوف يستلم مهمة الإشراف على الفريق ابتداء من تدريب اليوم الأحد.